واحدة بعتت لي مسج إنها عايزة تكبر مشروعها الأونلاين وتعمل مكان على أرض الواقع لنفسها من غير قرض بفوايد ولا مستثمر يدخل بنسبة. في كده؟ في كده. ممكن أي حد يمول مشروع الصغير أو الستارت اب من غير قرض ولا مستثمر، ودي اسمها المنح. فلوس هتدخل مشروعك من غير مقابل ولا حصة ولا نسبة. هتروح ل3 طرق. أول حاجة حاضنات ومسرعات الأعمال، ودي بتقدم برامج دعم وتمويل للمشاريع الناشئة وبتوفر التدريب والتوجيه وخدمات الماركتينج. ومن أشهر الحاضنات في مصر حاضنة مصر، حاضنة كايرو انجلز، ومركز زين. تاني طريق مسابقات الشركات الناشئة. لو فكرتك حلوة ومحضر مشروعك كويس، قدم في مسابقات بتدي جوائز نقدية وجوائز عينية للمشاريع الفائزة، وكمان هتبقى فرصة للتعريف بمشروعك وجذب المستثمرين. ومن أشهر المسابقات في مصر مسابقة إنجاز، مسابقة ستارت اب ويك اند، ومسابقة رواد الأعمال الشباب. تالت طريق بقى هو منح وبرامج التمويل المباشر، ودي بتقدمها جهات حكومية وجهات غير حكومية، وبيكون في شروط ومتطلبات مختلفة لكل برنامج. وأشهر جهات التمويل في مصر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صندوق تحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي. طيب المفروض تعمل ايه دلوقتي؟ تذاكر الحاجات دي كويس وتدور على البرامج والمنح المناسبة لمشروعك. جهز خطة عمل قوية ومتكاملة، وقدم طلب احترافي وواضح، واستعد لعرض مشروعك قدام لجنة التقييم. وفي الكومنتس هسيب لك لينكس تفيدك في التدوير على الأنسب ليك ولمشروعك.